واتاشي وا ناماي وا شاهين ودس. يحصل ايه لو جربنا الاندومي المصري مع الصوص الكوري؟ هل هيبقى زيه زي الاندومي الكوري؟ بالمناسبة العلبة زي دي لو جبتها اندومي كوري هتبقى عاملة 200 وكسر، بس دي عاملة 25 جنيه. لو جبت بقى قصادها الصوص ده ممكن تعمل بيها كام اندومي. تعال الاول نجرب نشوف هتنجح ولا لا. انا بحب الاندومي الكوري جدا، فاتمنى الخطه دي تنجح علشان اوفر. التوابل دي انا مش هحطها، انا هكتفي بصوص الاندومي الكوري. نصب الميه. الفرق في النودلز ما بين الاندومي الكوري والاندومي المصري ان الاندومي المصري ارفع بكتير من الاندومي الكوري، بس ان شاء الله هتنجح برضه. عقبال ما الاندومي ده يستوي بعد اذنك اعمل لايك واشتراك علشان تشوف كل الفيديوهات الجايه بتاعتي. اللي جاي كله دمار. في فيديو صعب جدا ومحدش عمله قبل كده بحضر فيه بقالي شهر، وان شاء الله هينزل قريب. فلو مش عايز الفيديو ده يفوتك اعمل اشتراك حالا. انا جايب ستيك وعامل حركات على اساس ان انا كوري، مش باين عليا ولا ايه؟ لو سألتك انت كوري تقول لي ايه؟ لا يا عم انا مصري. نجيب بقى الازازه ونحط. والله روحي روحي. كفايه كده عشان ايه؟ انا لسه هروح الشغل. واتاشي وا ناماي وا شاهين ودس. انا مش فاهم يعني ايه بس سمعتها في الفيلم. ندوق ونقول بسم الله. في فرق كمان للاسف في النودلز. النودلز نفسها بتاعت الاندومي الكوري احسن بكتير، بس كطعم قريبه جدا. وبس كده، اشوفكم على خير.